السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تشوفوني أنا شيماء، يا ريت تشرفوني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. هنعمل النهاردة الجمال ده ببيضاية واحدة. هنا معايا بيضاية ونص كوباية سكر حبيبات عادي خالص، وحطيت فانيليا وخل، وبقلب بالمضرب اليدوي. احنا مش محتاجين المضرب الكهربائي لحد ما يعمل معايا رغاوي كده. وبعدين هحط كوباية دقيق لازم ننخلها. النخل مهم جدا علشان خاطر بيدخلنا هوا كده وبيخلي الكيك معانا بيبقى حلو. وبعدين حطيت نص كوباية من الكاكاو الخام الاسباني، نخلته برضك علشان خاطر بيبقى فيه حبيبات. ومعايا معلقة صغيرة من الكيك شيف او البيكنج باودر، وقلبتهم. وبعدين حطيت عليهم نص كوباية من الزيت، وقلبت كده لحد ما بقى الخليط معايا قوامه تقيل. وحطيت هنا ذرة من الملح، وحطيت كوباية من المية وعليها نص معلقة من النسكافيه. حطيته على النار تغلي، وبقيت انزل كده شوية بشوية لحد ما دوب معايا الخليط خالص. زي ما انتوا شايفين كده انا شغالة بالمضرب اليدوي بالراحة خالص. انا اللي مسرعة الفيديو، انما انا بعمل بالراحة لانها طبعا عبال ما بتفك. هنا معايا نص معلقة من البيكي كربوناتو اللي هو البيكربونات الصوديوم، وهحط عليه نقطة كده صغيرة من الخل في اخر الخليط خالص. بتعمل معايا فوران، لازم الفوران دوت بتخلي الكيك معايا هش وحلوة جدا. بكون طبعا مسخنة الفرن، وقعدت معايا بالظبط تلت ساعة، طلعت معايا بالشكل دوت. انا ابتديت اشتغل فيها وهي سخنة، للأسف انا ما استنيتش عليها. فكانت طبعا كلنا عارفين ان الفادج بيبقى شوية بيبقى كده خفيف ومبرول شوية، مش زي الاسبونج بيبقى ماسك نفسه. انا قطعتها هنا ل3 طبقات، بس خدت الطبقة الصغننة اللي هي في النص. هنعملها دلوقتي اقباط. خدت هنا معايا الاول طبقة، شايفين اللهم بارك المسام وخفيفة وحلوة جدا، وريحة الكاكاو بتبقى حلوة جدا. هاخد اول طبقة هحطها في طبق التقديم او على البورد اللي حضرتك هتطلعيها اوردر فيه. بصوا اتفرفتت ازاي، بس احنا طبعا هنعالج كل دوت. هنا معايا بقى نص كوباية من الكريم جانتيه. انا بستخدم ريتشي المتحدة. هو اختفى شوية بس الحمد لله دلوقتي بقى متوفر. وبعدين هحط عليه بقى السكر حسب الرغبة، حسب ما حضرتك تحبي التذوق. وبعدين هحط نص كوباية من اللبن. انا مستخدمة لبن اللي هو المبستر. نص كوباية الكريمة قدامها نص كوباية اللبن دلوقتي. وهفضل اضرب لحد ما احصل على قوام كويس للكريمة. انا لقيت الحجم الكوباية صغير، فحطيتها في بولة، نقلتها في بولة. وبدأت احط دلوقتي معلقة من الكاكاو، ومعايا هنا معلقة من الكراميل. الكراميل حلو جدا، بيبقى طعمه حلو في الموس البيتي. جربي الطريقة دي هتعجبك جدا. وابتديت اخلط. هنا لقيت القوام كان سايب، بس للأسف المقطع انحذف. زودت نص كوباية مية كمان لحد ما احصل على القوام ده. طبعا الكريمة هي اللي هتدل معاكي. شايفين القوام انا بوريهولكوا هنا بالمعلقة اهوت. هو مش تقيل، وفي نفس الوقت مش خفيف مية. معايا هنا بقى جيلاتين باودر، هاخد منه معلقتين كده كبار حلوين، شاي معلقتين كبار كده حلوين مليانين يعني. وهحط عليه نص كوباية مية مغلية، مش مغلية قوي، هي بتبقى يعني داخلة على الغليان. وببتدي اقلب كويس لحد ما يدوب معايا، ويبقى مية سايلة مفهوش اي تكتلات ولا بيبقى فيه اي حبيبات باينة. بفضل اقلب كويس زي ما انتوا شايفين كده داب معايا بقى بالشكل دوت. لو المية السخنة ما دوبتهوش كويس معاكي ممكن تحطيه على حمام مائي. بصوا بقى الحركة ديت، انا باخد معلقة من الكريمة وبقلبها في الموس، علشان خاطر لو كنت نزلت بالموس وهو سخن ومعايا الكريمة ساقعة هيبتدي تكتل معايا وتبتدي تعمل كلاكيع، مش هتبقي حباها خالص. فاعملي الطريقة ديت وهتنزلي واحدة واحدة كده، وهنضرب ضربة واحدة بس بالمضرب وكده تمام جدا. بقى معايا احلى طعم موس بيتي، احلى من الجاهز بمليون مرة.
انا بضرب هنا كده ضربتين بس مش كتير، وبعدين هقلب بالسباتولا علشان خاطر لو في حتة فاتتني ما دخلتش فيها جيلاتين اكون انا دمجتهم مع بعض كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو لسه ما ضغطتيش لايك يا ريت تضغطي اللايك وتشجعيني، اللايك مش هيزعلك في حاجة بس هيفرق معايا، شجعوني كده. هنا بقى جبت الطبقة وحطيت عليها فاكيوم، لفيته كده بحتة لزقة سلوتيب عادي من الجنب من غير اي كوادر ولا اي حاجة. بصوا يعني عامله لكم كل حاجة اهوت عشان ما يبقاش ليكوا حجة. وابتديت انزل بنص الخليط اللي عندي الموس، هدخلها طبعا التلاجة شوية بقى لحد كده ما تشد معايا. انا بحاول اسويها، هندخلها التلاجة تشد بس شوية كده لحد ما هنشوف بقى هنكمل الكبات الحلوة اللي معانا ايه. انا بساوي هنا بالسباتولا كده بالراحة، وهجيب اللي هو السكرابر هحاول ان انا اساوي على قد ما اقدر. احنا كده كده هنحط عليها طبقة تانية من الجناش او النوتيلا، فهي هتبقى معانا متساوية وحلوة بس عشان خاطر ما يبقاش معانا اي كلاكيع كده معانا او هضبات. تمام كده هندخلها بقى التلاجة. وبعدين هنجيب الكبات الاكليريك اللي هي بتبقى المستطيلة ديت، شايفين شكلها. هحط بقى الهدر اللي طلع مني اللي هو من الفادج، انا بفرفته كده. عايزه تحطيه قطع مفيش اي مشكله، انا زي ما قلت لكم انا كنت شغاله فيها وهي كانت سخنه فاتهربتت معايا، بس مفيش مشكله بتبقى طعمها حلو جدا، وبعدين يعني بتبقى سهله. حابه تسقيها بمعلقه جناش تمام مفيش اي مشكله، هي بصراحه ما كانتش محتاجه معايا، كانت رطبه كده وحلوه فكانت مش محتاجه ان انا اسقيها. فلو حابه تسقيها ما فيهاش اي مشكله، مش هتقول لا خالص. ابتديت اوزع بقى بالمعلقه كده بالراحه. طبعا لو حضرتك مش متمكنه او خايفه من الخطوه ديت حطيها في كيس حلواني ووزعي بالراحه خالص. ابتديت اوزع بالمعلقه بمعلقه صغيره من الشاي، وبعدين هدي هدتين كده للقوارب اللي عندي علشان خاطر اساويها على قد ما اقدر. انا بملى الفراغات علشان خاطر مخليش هوا كده داخل من الجنب. كانت بقى طلع ساقت معايا شوية كده ملحقتش بس هي ساقت شوية. ابتديت اوزع عليها النوتيلا كنت مدوباها بمعلقة زيت، وبعدين بدأت اوزعها بالشكل دوت. وطبعا غلطت غلطة اوعوا تعملوها، المفروض تخش المرحلة دي التلاجة شوية. وهنا عملت تزيين كده بسيط بالكراميل بصوص التوفي، وقمت شايلة على طول الفاكيوم وهي لسه ما كانتش حتى شدت معايا شوية النوتيلا. فما تغلطيش الغلطة ديت، يعني سيبيها ترتاح شوية وتخش التلاجة. هنا جبت بقى من شوية من الفرافيت بتاعة الفادج، وابتديت احطها اوزعها على الجنب كده تدي معايا شكل حلو قوي. وكمان احنا مش عايزين نهدر ونرمي، احنا بنستغل كل فتفوتة. باقي النوتيلا اللي عندي حطيت عليها شوية من البندق وشوية من السوداني، اي مكسرات عندك هنعمل بيها كبات الفيرو روشيه. وهوزعها هنا، انا طبعا ريحتها في التلاجة شوية ووزعت هنا فوقيها كده النوتيلا اللي معمولة بالمكسرات ووزعتها بسيط بالراحة خالص. حابة بقى تحطي عليها خطوط من النوتيلا البيضة من الكراميل مفيش اي مشكلة. قطعت هنا الصينية عندي كانت مقاس 24، فانا حطيت نسيت اقول لكم اصلا من اول فيديو ان هي مقاس 24 المقدار اللي احنا عملناه دوت. وبعدين قطعت المثلثات، وهجيب اللي هي العلب اللي هي المثلثات بتتباع عند اي حد بتاع تغليف. هنحط القطعة دي بتتباع ب25 جنيه، طبعا على حسب ما حضرتك المنطقة بتاعتك، بس هي ما تتباعش اقل من 20 جنيه.